محمد، نرحب بيك في تحدي كوم. ربنا يخليك. عايز لنا فيها شويه اسئله، عايزين الراي العام كله في جمهور الاتحاد عايز يعرفوا اكتر وتفاصيله اكتر. بالنسبه لاسماعيل احمد، جالنا كلام اكيد اللي هو خلاص وقع رسمي رياض لبناني. لا، هو اسماعيل احنا اتصلنا بيه امبارح، هو لغايه النهارده لسه ما وقعش، هو مستني. احنا بنعمل محاولات ان هو يرجع تاني مع مجلس الاداره عندنا هنا في النادي. هو اسماعيل طلع قعد معاهم، وكانت طبعا المشكله ان الناس جايه لسه ما فيش فلوس في الوقت الحالي يقدروا اللي هو لانهم متاخر في شهرين الاسماعيلي متاخرين. فكانت المشكله ان هو طبعا ده راجل محترف شغل الباسكت، هو اجل سفره اسبوع لغايه ما المجلس يجي، لان طبعا ما ينفعش يمشي ومفيش مجلس. فلغايه دلوقتي كان اخر كلام ان هو هيسافر ومش هيقدر يكمل معانا عشان موضوع الفلوس ديت، فهو سافر. امبارح في محاولات جديه، مجلس الاداره وبعض الناس اللي بارزه في كره السله قعدوا مجلس الاداره واتكلموا معاهم وكده، واحنا اسماعيل مأخر امضائه ولسه ما مضاش في الرياضي النهارده لغايه ما احنا نرد عليه، يعني نشوف ايه الوضع، ايه هنقدر نجيبه تاني او لا حسب الظروف يعني باذن الله. طب وبالنسبه للمحترف المالي دارين كيلي، لا، دارين كيلي برضه نفس المشكله، برضه هو كان برضه ليه برضه مستحقات ماليه كبيره في الفتره اللي فاتت ديت، اللي هي 3 شهور اللي احنا اللي فاتوا اللي متوقفين فيها الدوري. فطبعا برضه النادي برضه نفس المشكله الماديه، اللي هو برضه مش قادر برضه يدفعوا فلوسه، فهو خد يعتبر خد السجنه بتاعته من الاتحاد الدولي وبيلعب برضه في لبنان برضه نفس طب القصه. في نيه مع الاتحاد دلوقتي الاتحاد تعاقد مع محترف اجنبي جديد؟ في الفتره الحاليه لغايه دلوقتي لا. طبعا النادي ما فيش امكانيه ان احنا نتعاقد مع محترف في الفتره الحاليه. المفروض احنا عندنا لسه 3 بطولات، دوري وكاس وبطوله عربيه في شهر 5، فلو في احتمال هيبقى على البطوله العربيه يعني. طب بالنسبه للدوري العام، المفروض الاستئناف بتاعه كان رسمي يوم 4 في الشهر، يوم هو 4 ابريل. لغايه دلوقتي لسه المشكله في الامن طبعا، زي ما انتم شفتوا في ماتش النهارده الاحتكاك اللي حصل باللعيبه، طبعا مفيش حمل كان مغطي الموضوع دوت. فلسه الامن لغايه دلوقتي ما ردتش على الاتحاد، وال 90% اللي هيتلعب الكاس الاول، يعني 90% هنلعب سموحه في الكاس يوم 4/4 ده لغايه دلوقتي يعني مش 100%، بس هو ده اللي متوقع يعني. طب في كلام مؤكد جالنا برضه بطولة الدوري هتقام في على مجموعتين على ملعبين احنا محايدين. اقترحنا كابتن عمرو اقترح الاقتراح دوت، ان احنا ما ينفعش طبعا في ظل الظروف الامنيه ديت ان احنا نكمل رايح جاي، هيبقى الموضوع صعب جدا. فاحنا فاضل لنا 3 ماتشات من الدور الاول و7 ماتشات من الدور الثاني، يعملوا 10 ماتشات، هيقسموهم دورتين مجمعتين، دوره 5 ماتشات ودوره 5 ماتشات. وهم بصراحه الاتحاد لجنه المسابقات غيرت في نظام الدوري، و بقى هياخدوا اول 6 من ال8 دولت هيلعبوا دوره مجمعه واحده وخلاص، والدوري يخلص على كده. بالنسبة لدوري المناطق، دوري منطقه اسكندريه زي ما احنا شغالين فيه الحمد لله. النهارده كسبنا سبورتنج، وبكره عندنا نهائي باذن الله مع سموحه في سموحه، ربنا يوفقنا بكره ونحصل على البطوله دي باذن الله، وتبقى حاجه دفعه كويسه للكاس والدوري والبطوله العربيه باذن الله. شكرا كابتن ليك.